اهلا بكم في حلقه جديده ومعانا النهارده خدعه جديده. بس قبل ما نبتدي حابب افكركم ان انا سايب لكم لينك الموقع بتاعنا في سوق.com للي حابب يشتري اي ادوات للماجيك. ويلا بينا نبتدي. في خدعه النهارده انت اللي هتعمل كل حاجه، انت اللي هتختار وانت اللي هتتحرك، وانا كل اللي عليا ان انا هتوقع اختيارك في النهايه هيبقى ايه بالظبط. خلونا في البدايه نشوف الكروت اللي قدامنا كروت من 1 ل10، وعندنا ولد وبنت. كل اللي مطلوب منك في الوقت الحالي ان انت تختار كارت واحد بس من الكوتشينه اللي قصادك دي. اخترت؟ دلوقتي هطلب منك ان انت تتحرك عدد الارقام اللي موجودة على الكوتشينة بتاعتك. يعني لو كنت اخترت 2 فهتتحرك خطوتين، سواء يمين او شمال او فوق او تحت. ليك مطلق الحرية في اي اتجاه انت عايزه. انما بقى لو كنت اخترت ولد فهتتحرك 11 خطوة، لو كنت اخترت بنت فهتتحرك 12 خطوة. ودلوقتي دورك ان انت تتحرك نفس عدد الخطوات اللي موجودة على الكارت بتاعك. يلا ابتدي. ودلوقتي بعد ما انتهيت خليني اصعب الموضوع اكتر واحوش كارت واحد بس من الكوتشينة. هحوش ده. لو كنت واقف على اي كارت غير الرقم 7 فاحنا لحد دلوقتي ماشيين تمام. ندخل بقى على النقطة اللي بعدها، والنقطة التانية هتمشي نفس عدد الارقام اللي موجودة على الكارت اللي انت واقف عليه دلوقتي بالظبط. يعني لو كنت اخترت اي عدد من دول فهتمشي عدد الخطوات بتاعته، سواء يمين او شمال او فوق او تحت. ليك مطلق الحرية. ودلوقتي ابتدي. ودلوقتي هصعب الموضوع اكتر على نفسي وهحوش عدد كروت كمان. خلونا نحوش رقم 5، وكمان هنحوش 9. ندخل بقى على الخطوة اللي بعدها. لو كنت واقف على كارت لونه احمر فامشي 3 خطوات، سواء يمين او شمال او فوق او تحت. انما بقى لو كنت واقف على كارت لونه اسود فامشي 5 خطوات. برضو ليك مطلق الحرية، سواء يمين او شمال او فوق او تحت. دلوقتي ابتدي. ودلوقتي هصعب الموضوع على نفسي اكتر، وخلونا نحوش عدد كمان من الورق. يعني ممكن نحوش 4. وكمان هنحوش كارت تاني، ممكن نحوش 10. وخلونا نحوش كارت كمان 6. ولو صعبنا الموضوع اكتر خلونا نشيل كارت كمان، ممكن نشيل 8. ودلوقتي عايزك تتحرك عدد الارقام الموجودة على الكارت اللي انت واقف عليه دلوقتي، سواء يمين او شمال او فوق او تحت. ابتدي. طيب بعد ما عملت الخطوة بتاعتك خلونا نشيل كارت كمان من الكوتشينة، وهو ممكن يبقى 1. ودلوقتي هحوش كارت كمان، بس الكارت اللي انا هشيله من الكوتشينة هتمشي عدد الخطوات بتاعته بالظبط. يعني خلونا مثلا نحوش كارت 3. دلوقتي دورك ان انت تمشي 3 خطوات، سواء يمين شمال فوق او تحت براحتك. ودلوقتي بعد ما عملت الخطوة بتاعتك خلونا نشوف الخطوة النهائية بتاعتنا. خلونا نشيل كارت نحوش مثلا البنت. ودلوقتي نصعب الموضوع اكتر، ممكن تطلع او ممكن تطلع لا، بس خلونا نتأكد. ممكن اشيل اخر كارت، ناخد 2. والكارت النهائي بتاعنا هنا هو الولد. لو كان فعلا انت اخترت الولد في النهاية فما تنساش بقى تعملنا لايك وشير، ويلا بينا نروح على الشرح. ورجعنا لكم تاني ويلا بينا نروح على الشرح. كل اللي احنا محتاجينه في الخدعة دي 12 كارت، 6 كروت سود وكمان 6 كروت حمر. بس خلي بالك لازم يبقى الترتيب بين الاسود والاحمر نفس الترتيب اللي موجود هنا دلوقتي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتحفظ نفس الخطوات اللي انا قلتها، وكل مرة هتطلع معاك نفس النتيجة. لو قدمت نفس الخطوات في كل مرة لازم يطلع الكارت النهائي اللي معاك هو الولد. وخلونا نتأكد من كلامنا ده. انا في البداية بطلب منك ان انت تختار اي كارت من الكوتشين، فلنفترض ان انت اخترت مثلا رقم 9. دلوقتي ليك مطلق الحرية ان انت تمشي 9 خطوات. خلونا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هيجي معاك هنا. طيب لو انت اخترت رقم 8 هيبقى برضو ليك مطلق الحرية ان انت تمشي في اي مكان.
1 2 3 4 5 6 7 8. يعني في كل مرة استحالة الرقم اللي انت اخترته هيجي عند رقم 7، وبالتالي في اول خطوة انا بعملها ان انا احوش رقم 7، لاني متأكد تماما ان لما انت تمشي عدد الخطوات اللي موجودة على الكارت بتاعك مش هتوصل لرقم 7 اللي انا حوشته اول كارت. والكلام ده بينطبق على بقية الخطوات اللي احنا بنعملها. كل خطوة بتعملها استحالة توصلك عند الكارت اللي انا بحوشه في الخطوة اللي بعدها. فكل اللي مطلوب منك ان انت تعمل ترتيب زي اللي انت شايفه ده بالظبط، وتمشي نفس الخطوات اللي انا قلتها لك بالظبط، واضمن لك في كل مرة ان هيطلع معاك نفس الكارت كل مرة وهو الولد. عموما دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، وما تنسوش ان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقة اللي جاية، فاستنونا الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.